ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المدارس. ان شاء الله تكون سنة سعيدة كده عليكم وعلى الولاد. النهاردة فيديو بقى هنشارك فيه حال الستات في المدارس، روتين بقى المدرسة. بنعمل ايه؟ ازاي نجهز يومنا ونرتبه؟ هنعمل مع بعض كل الحاجات الحلوة دي. الفيديو مليان افكار حلوة ازاي ان شاء الله تستغلي اليوم وتعرفي تقسمي يومك صح. لو انت بتشتغلي او حتى مش بتشتغلي، هقولك على حاجات ازاي تعمليها تساعدك جدا في البيت ومع الاولاد والمذاكرة وكل حاجة. وهنعمل اكل وهنروق. فما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، وكمان تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يجيلكم الفيديوهات الجديدة. في بداية اليوم كده طبعا أنا بصحى الساعة 5 تقريبا. زي ما قلت لكم بصحى الساعة 5 كده علشان بصحى بقى مع زوجي الأول. بحضر له السندوتشات اللي بياخدها وبينزل الشغل، وبعدين بجهز بقى للبنات اللانش بوكس بتاعهم. بصوا هقول لكم على فكرة المية دي. أنا بملى المية بتاعتهم نصها كده تلج وبسيبها في الفريزر من بالليل، وتاني يوم بقى الصبح كده بطلعها وبزود لهم عليها مية ساقعة. بتفضل بقى المية ساقعة معاهم طول اليوم، ان طبعا عارفين حر وبيتحروا يعني. بالنسبة بقى الساندوتشات او اللانش بوكس بتاعهم، يا جماعة حطوا اللي انتوا يعني متاح عندكم في البيت. يعني انا شايفة بصراحة ان الجبن بتبقى اخف حاجة كده على الصبح. بس طبعًا لو عندِك قطعة بانيه من تاني يوم، أو مثلًا حتة كفتة، فيعني يدلّعوهم كده يوم في الأسبوع أو حاجة. ولو عندِك فاكهة برضه حُطّي من الفاكهة بتاعتهم. وخلّصنا ولبسنا واتسرّحنا ونازلين أهو رايحين المدرسة. بُصّوا الفيديو ده أنا كنت مقسّماه يومين على بعض، يعني في حاجات عملتها في يوم وفي حاجات تاني يوم. بس جمّعت اللقطات مع بعض عشان ما تتوهوش منّي. بعد بقى ما وديت البنات المدرسة ورجعت أنا على البيت، أول حاجة دخلت على طول على الشقة. أنا مش بانام بعد ما باودّي البنات المدرسة، في أيام بانام فيها عشان أكون صريحة، يعني في أيام بانام فيها لو أنا ما وريش أي حاجة خالص. لكن أنا النهارده بعد ما وديتهم على المدرسة جيت كده، رُحت مغيّرة الملايات بقى بتاعة السراير، والسرير بتاعهم أهو غيّرت الملاية، وكنست بقى الأرض. هي الشقة كانت نضيفة بس يعني حاجات بسيطة كده اللي عملتها. كنست الأرض وغيّرت الملايات، عدلت كده مكان بس ما بيقعدوا يذاكروا ويكتبوا الواجب وأنتم عارفين بقى الحاجات دي. وخلّصت الأوضة بتاعتهم، وكمان بقى عملت أوضتي. لكن برّه في الreception والشقة برّه كانت نضيفة. وإحنا طبعًا عملنا مع بعض فيديوهات تنضيفات المدارس، برضه لو عايزين ترجعوا كل الفيديوهات دي موجودة على القناة. عملنا يعني تنضيف عميق طبعًا للبيت، وده بصراحة بيساعدنا جدًا. عايزة أقول لِك بقى إزاي تقدري تنظّمي يومِك، هو ده. بعد ما تودّي ولادِك المدرسة، حاولي تستغلّي جدًا الوقت ده. يعني مثلًا تخلّصي شقتِك، وراكِ غسيل حاولي تخلّصيه. كمان الأكل برضه اعملي أكلِك، بحيث إن هُم لمّا ييجوا من المدرسة تبقي فاضية لهم، تبقي أنتِ مخلّصة كل حاجة. لو بقى في دروس، في تمارين، هتقعدوا تعملوا الواجبات مع بعض، فكل الحاجات دي تبقي أنتِ فاضية ومخلّصة كل حاجة. فأنا دخلت برضه غيّرت الملاية بتاعة السرير بتاعي، وكنست الأرض، وشغّلت كده بقى القرآن علشان أنا في حاجات كتير لسه هاقعد أعملها. فبس يعني عدلت الأوض علشان تبقى كده شكل جميل والأوضة مرتبة، وخلاص كده خلّصنا كل حاجة. وتعالوا بقى ندخل على الشقة. زي ما قُلت لكم الشقة برّه كانت يعني معدولة، بس إيه عدلت كده مخدات معوجة حاجة. وطبعًا المُعطِّر بتاعي، بُصّوا أنا ماشية زي ما قُلت لكم كده حسن كولونيا في الشقة. باقعد أرُش. المُعطِّر ده يا بنات أنا حاطاه مُعطِّر عارفين اللي هو فريدة بريحة النضافة. أنا حاطاه وحاطة عليه مَيّة وحاطاه كده في البخاخة دي، وباعطّر بيه الشقة. دخلت بقى على المطبخ، بُصّوا أنا كنت عاملة يعني أنا دلوقتي هاعمل معاكم الصلصة والعصير، هُم دول اللي أنا كنت عاملاهم قبلها بيوم، بس أنا حطيتهم لكم ورا بعض. وكل الأكل ده بقى في يوم العادي. قبل ما أبدأ بقى في الأكل، طبعًا كان البوتاجاز كده متبهدل عليه صلصة من اللي أنا كنت باعملها دلوقتي هاعملها. فغسلت البوتاجاز كده الأول ونضّفته علشان يبقى كده رايق ويفتح نِفسي إن أنا أخلّص الحاجات اللي ورايا.
بصوا بقى عملت ايه. انا كنت جايبه طماطم، طبعا انا عارفه ان الطماطم غاليه دلوقتي. بس انا كنت جايبه دي، عارفين اللي هي بتبقى مستويه شويه، كان سعرها حلو. ولاني طبعا انا ما بستغناش عن يعني التفريزات، يعني انا جبت كميه بسيطه علشان الطماطم يعني سعرها غالي، ونقيت احسن اللي كانوا موجودين. بس طبعًا لإني برضه بيسهّل عليَّ، دي يعني تاني نصيحة ليكِ باقولها لِك، إن اللي بيسهّل عليكِ جدًا في اليوم بتاعِك هو التفريزات. لمّا بتكوني مفرّزة شايلة حاجات في الفريزر بيسهّل عليكِ أوي، أوي. بتطلّعي على طول، الأكل ما بياخدش معاكِ وقت، لإني بنبقى يعني أنتم عارفين اليوم بصراحة بيبقى مليان، بنطلع وبننزل. يعني أنا باودّي البنات وبارجع آخُدهم تاني من المدرسة، بننزل دروس وبنرجع، وباروح أجيب الأكل، يعني ممكن أطلع وأنزل مرّتين و3 مرّات في اليوم وأكتر كمان. فالحاجات دي بتسهّل بجد أوي. عملت كمان بقى عصير جوافة، طبعًا الجوافة دلوقتي سعرها حلو أوي، أوي، وكمان اللي بتبقى للعصير دي بتبقى سعرها أرخص. فكمان عملتها علشان الولاد يشربوا منها لمّا يرجعوا من المدرسة، وممكن بادّيهم شوية كده بس بتبقى متجمّدة في المدرسة، عصير طبيعي. غير بقى الحاجات اللي بتبقى الألوان الحاجات اللي بيجيبوها الوحشة دي. طريقتي بسيطة أوي وبيطلع تحفة. باعملها باللبن، باحط شوية جوافة وشوية لبن وشوية مَيّة، واحط فانيليا سايلة، وباعصر كمان عليها كده ليمونة علشان ما تغيّرش اللون، وبس كده. وباضرب في الخلاط. أهم حاجة إنِّك تصفّيها بُصّوا بمصفى ضيّقة، لإني أنا اتنصحت يعني صفيتها بمصفى كبيرة شوية، بس لأ، لقيت طبعًا في بذور، وفي اللي هي عارفين الألياف دي اللي بتبقى موجودة في العصير. أنا البنات عندي لو حسّوا بطعمها، يعني حسّوا بيها، مش بيشربوه. فلازم أصفّيها كده بمصفى تكون ضيّقة، بحيث إن العصير يبقى كريمي وما فيهوش أي حاجة، فبيحبوه جدًا. دي الكمية اللي أنا عملتها، وأنا عايزة أقول لكم إن أنا جِبت تاني وعملت تاني. ودي كمان الصلصة بتاعتي ما باعملش فيها أي حاجة، باحطها سليمة كده على النار مع ممكن معلقتين كده مَيّة، وباسيبها لحد بقى ما تستوي خالص والمَيّة بتاعتها دي تقِل. كنت كمان حاطة دورة غسيل كده في غسالة الأطباق. بُصّوا خلّصت أهي. وخلاص كده المطبخ رايق ومخلّصة كل حاجة، يعني العصير عملت العصير، وكمان بقى عملت الصلصة، والمواعين كلّها كده كنت لامّة الحاجات في غسالة الأطباق. الحاجات اللي مش بتدخل غسلتها على إيدي. كنت كمان أنا مشغّلة من بالليل قبل ما أنام كده دورة غسيل ملايات بقى، لإن زي ما قُلت لكم أنا غيّرت الملايات، فكنت شايلة الملايات دي من بالليل. يعني قُلت بقى أنشرهم، فنشرت ودخلت بقى، كانت الصلصة خلاص خلصت. رُحت بقى ضرباها كده بالهاند بلندر، وعلى طول بقى في الفريزر. لو أنتِ هتشيليها كده طماطم من غير ما تضيفي بصل شيليها. لو أنتِ بقى عايزاها للخضار بقى ولطواجن وعايزة يعني قوطة ببصل، تقدري بقى تعمليها، وأنا عملتها معاكم كذا مرّة، وهتلاقوها في الفيديوهات بتاعتنا القديمة. دي برضه الكمية اللي طلعت لي من الطماطم وشِلتهم. هنا بقى أنا إيه، بُصّوا عايزة أقول لكم البتنجان ده أول مرّة أجيبه، اللي هو بيبقى لونه موف شوية ده أو بنفسجي، أول مرّة أجيبه. بُصّوا أنا عايزة أقول لكم إني أنا ولا باكل البتنجان الأسمر ولا البتنجان اللي هو ده، ما باكلش غير البتنجان الأبيض طول عمري. بس بصراحة كلته عند حماتي، يعني تسلم إيديها، كانت عاملاه تحفة بصراحة. عجبني أوي، يعني أنا كنت مش عارفة ليه ما باحبش الحاجات دي، فعجبني وسعره رخيص أوي دلوقتي. فجِبت مش فاكرة والله دول كانوا كيلو ونُص والّا 2 كيلو. المهم بقى رُحت واخداهم كده مقوّراهم على طول، ما بياخدش أي وقت. وطبعًا أنا كنت بقى مجهّزة الصلصة. الصلصة دي هي اللي كنت عاملاها قبلها بيوم، لكن المحشي ده بقى كلّه في نفس اليوم كده. رُحت على طول بقى مقوّرة البتنجان. حبيت برضه أورّيكم كده وأنا باقوّر كام واحدة. طبعًا أنا مش هاقعد واقفة وأنا باقوّر، أنا بس كنت باورّيكم. أنا بقى خدت شنطة البتنجان دي، وقعدت بقى وخلّصت على طول البتنجان. كنت جايبة بتنجان، وجِبت كمان كوسة، وتقريبًا رُبع كده فلفل أو نُص، أقل من النُص تقريبًا.
قُلت بقى أعمل لهم محشي يعني أقويهم بقى في المدارس. إحنا كان بقى لنا كتير ما كلناش محشي، يعني بقى لي كتير أوي كان واحشني بجد، كان واحشني يعني ناكل محشي كده. مع إني بصراحة الكوسة غالية دلوقتي والفلفل غالي، بس الأكل كله غالي والله، يالّا ربنا يعيننا يا رب جميعًا. فالمهم قوّرت قصدي الكوسة، وقوّرت كمان البتنجان والفلفل. بُصّوا باحب أنا الفلفل بقى الصغنّن ده، بيبقى طعمه جميل وشكله بيبقى حلو أوي يعني. وخلّصت بقى. وبُصّوا كمان في الكوسة أنا بعد ما باقوّرها باعملها كده، عارفين باخربشها كده من ضهرها بالمقوار. مش بس شكل يا بنات، الحركة دي بتفرق أوي لإن الكوسة بتبقى فيها رملة خفيفة أوي، فأنتِ خدي بالِك لو ما يعني ما اتعملتش كده وما اتغسلتش حلو، عارفين هتلاقيها بتقرش كده معاكِ، فخدي بالِك جدًا من الكوسة. اغسليها كتير واغسلي وارمي المَيّة عشان بيبقى فيها رملة كده ناعمة. وكمان بقى سلقت الفراخ، رُحت بقى مخدّعة مسبّكة بقى المحشي. أنا طبعًا الطماطم كانت عندي، يا دوبك بس قطّعت كده بصلتين كده، رُحت حاطاهم في الكبة، وعلى طول نزلت بقى شوية زيت والبصل، وطلّعت بقى الطماطم أهيّة. ورُحت هانزل عليها، وكمان غسلت الخضرة وقطّعتها. وجهّزت بقى حاجتي كلّها كده علشان إيه، أقعد أحشي. وهاغسل بقى الحاجات كده حلو بقى أوي، وهنقعد نحشي على طول. عايزاكم بقى تقولوا لي أنتم من أي نوع من الأمهات، اللي بيودّوا ولادهم المدرسة ويرجعوا يناموا لحد ما الولاد تخلّص ويعملوا حاجاتهم بقى لمّا ولادهم ييجوا، والّا ما بتناموش وبتشوفوا اللي وراكم إيه؟ يعني عايزاكم تكتبوا لي تحت تقولوا لي أنتم بجد بتعملوا إيه، وشايفين أنهي الصح، يعني بتقسّموا يومكم إزاي؟ على فكرة تقسيم اليوم لمّا أنتِ تكوني كده محضّرة في دماغِك هتعملي إيه، ومرتّبة كده أولويات، ومرتّبة حاجات، عارفين أهداف كده في اليوم، باحس ببركة جدًا في اليوم، وإن أنتِ خلّصتِ، أنتِ عارفة أنتِ كنتِ هتعملي إيه، إيه اللي خلّصتيه، إيه اللي لسه وراكِ. فمش عارفة، أنا بصراحة باشوف إن الواحد ما ينامش وتستغلّي جدًا الوقت اللي الولاد بيبقوا فيه في المدرسة ده، أنا شايفة إن ده الصح. بس برضه عشان أكون صريحة، أنا مش باعمله كل يوم. يعني ممكن مثلًا في الأيام العادية باودّيهم برضه المدرسة، بارجع باعدل بقى الشقة كده، أنتم عارفين السراير، باعدل كده عدلة بسيطة، لو هاطلّع أكل يفُك والّا حاجة، ولو مش ورايا حاجة بانام شوية وباصحى بقى. لكن لمّا بيبقى ورايا حاجة لأ طبعًا مش بانام، وباشوف إن ده الأحسن بصراحة. يعني بتستغلّي اليوم وبتعملي فيه حاجات كتيرة جدًا. يعني بُصّوا أنا عملت حاجات بجد كتير، روّقت الشقة عدلتها، ونشرت الغسيل اللي كان ورايا، وخلّصت أكلي، وخلّصت مواعيني. يعني بُصّوا أنا عايزة أقول لكم إني خلّصت كل حاجة. لكن التسوية اللي كانت لأ، ما سوّيتش بقى، عارفين خلّصت كل حاجة، يعني كنت سلقت الفراخ، و بعد ما خدّعت كده للمحشي. وهنا بقى بُصّوا باحط بقى التوابل بتاعة المحشي بس عشان ما أتوهش معاكم. حطيت بقى الرز بعد ما غسلته والخضرة، باحط بقى شوية ملح، كمون، كزبرة، فلفل أسود. حطي شوية من 7 بهارات، لو عندِك بهارات المحشي كده حطيها بتدّي ريحة حلوة أوي للمحشي. وشوية زيت بقى حلوين، وممكن كمان كده معلقتين من الصلصة، كمان مكعب من مرقة الدجاج. بُصّوا أنا عايزة أقول لكم إن المحشي بتاعي دلوقتي والله كل اللي بياكلوا منّي بيشكروا فيه جدًا، يعني الحمد لله بجد بيبقى طعمه حلو أوي. فجرّبوه كده لو أنتم مش بتعملوا بالطريقة دي يعني، بس دي طريقتنا كلّنا يعني ما فيهاش تغيير. فأنا كنت باكمّل بقى معاكم الكلام إن بجد بتنجزي، يعني كل حاجة، يعني أنا عملت كل حاجة، وبس قفلت على المحشي، يعني خلّصته كده، وبعد كمان ما رصيته في الحلة سِبته، حطيته في التلاجة، ورُحت أجيب بقى البنات من المدرسة، وجيت بعد بقى ما جيت رُحت على طول مولّعة المحشي مسويّاه. أنتم عارفين كمان الحاجات اللي هي التعبية دي ما بتاخدش وقت خالص على النار، يعني من نُص ساعة لساعة إلا ربع بالكتير أوي بتلاقيها استوت، ودي حلاوتها بصراحة. ما بتاخدش وقت خالص، وسهل كمان في حشوها. يعني أنا باحب جدًا ورق العنب والكرنب، يعني الكرنب سهل شوية بس هو صعب في توضيبه، لكن ورق العنب بصراحة بياخد وقت. فالتعبية دي ما فيش أسهل منها، على طول كده بتلاقي نفسِك خلّصتِ، وكمان سواها سهل.
بعد بقى ما حشيت كل المحشي بتاعي فنقلته كده عشان ما شاء الله كان كتير. انا هنا كنت مكتره، يعني احنا كنا منه على يومين، المحشي ده كنا على يومين. وبصراحه بقى حسيت ان الله حلو قوي بقى الاكل اللي بيتعمل على يومين ده بيريح. انا للاسف عودتهم، هم متعودين انه لا، هم عندي هنا بيحبوا الاكل الصابح. يعني عايزه اقول لكم اني انا بطبخ كل يوم، نادر نادر لما بعمل اكل مثلا بناكل منه يومين، دي اقصى حاجه. ما بياكلوش، هو اكتر من كده عندي هنا ما بياكلوش. ممكن عارفين بقى لو عندي باقي اكل طبعا مش برميه، في حاجات بشيلها في الفريزر وبنزلها بناكلها بعد كده، وفي حاجات بشيلها ومثلا ناكل. عارفين مثلا اعمل فاصل اطبخ حاجة تانية وبروح مطلعه الاكل التاني. ليه ما تفهموش، هما كده بناكل هو الاكل يوم بالكتير قوي يومين. ففي ناس ما شاء الله بتعمل الاكل يكفيها باليومين والتلات ايام، بصراحة راحة يعني. الاكل برضو لما بيبقى فيه اكل في البيت تحسي انك مرتاحة وشايلة كده هم من عليكي، انه بصراحة برضو بياخد وقت كتير وغلبة. فيلا الحمد لله. دلوقتي بقى للمحشي بقى، بص انا كنت رحت جبتهم من المدرسة وجيت حطيت بقى شوربة تغلي كده على النار، وحطيت فيها مكعب من المرق ومعلقة كده من الصلصة. بصوا غليت قوي، هنزل بيها بقى على طول على المحشي بتاعي. بصوا التعبية يعني بنبقى نص الحلة كده، يعني نص البتنجان كده تقريبا بيبقى فيه شوربة او ازيد من النص بحاجة بسيطة. نار بقى عالية قوي في الأول، يعني مثلا أول ربع ساعة نار عالية قوي، بعد كده تاني ربع ساعة نار متوسطة، وآخر ربع ساعة ممكن بقى توطي النار كده علشان يستوي. ودخلت الفراخ كده في الاير فراير بقى، خدت وش بالصلصة اللي أنا كنت عاملاها معاكم قبل كده، كنت منزله لكم في الشورتس ازاي نعمل صلصة زي صلصة البيتزا. وبعدين بقى قعدنا نعمل الواجب قعدنا بقى نعمل الواجبات ونشوف بقى الحاجات اللي بتبقى ورانا. وانا عندي هنا هنا وجنى، فبقعد مع جنى بصراحة الصغيرة اكتر كمان. يعني بحس ان هنا عندي، يعني هي عندي هنا هنا في خمسة وجوجي في تانية، فبحس ان انا بقعد مع جنى اكتر، لاني برضو انتوا عارفين السن الصغير ده بتبقي بتسطري بتعملي لهم الحاجات، لا غلط امسحي اعملي. باقعد مع هنا برضه، بس بصراحة مش عارفة يعني أقل شوية من جنى. فربنا يقوينا يا رب عليهم، ويجعل تعبنا ده في ميزان حسناتنا، ويفرحنا جميعا بولادنا، ويرزق يا رب كل مشتاق بالذرية الصالحة. ومش عايزاكم بقى تنسوا اللايك على الفيديو والاشتراك في القناة، وتكتبولي تحت في الكومنتات، وباي باي.